يا واد يا شناوي اضرب كمان بالكف، علشان انت اهلاوي بكرة العقوبة تنخف. حقيقة تاريخية صخها الشيخ الزملكاوي في بيت من أبيات الشعر العامي، حقيقة يريد الجميع أن يتغافل عنها، بينما يدعي أنصار النادي الأهلي زملكة الدولة أي انحياز الدولة لنادي الزمالك، بينما الحقيقة الثابتة والدامغة التي لا يريد أن يشاهدها أحد هي حمركة الدولة أي انحياز الدولة إلى النادي الأهلي واللون الأحمر. مجموعة من الأحداث عبر التاريخ توثق حمركة الدولة أي انحياز الدولة للنادي الأهلي. نبدأها من الشيخ الزملكاوي الشيخ أحمد السيد الذي ظهر في مباراة الزمالك وبيراميدز يرتدي الزي الأزهري. الدنيا يا باشا قامت وما قعدتش، وطالبوا وزارة الأوقاف إنها توقف الشيخ، وأصبح الشيخ أحمد السيد ترند، رغم أن النادي الأهلي أحد أبرز مشجعيه عبر التاريخ هو الشيخ حسن قاسم عبد العال. كان يظهر في مدرجات النادي الأهلي مرتديا الزي الأزهري، وعرف وتمت شهرته عبر الابتهالات وقراءة القرآن الكريم. الشيخ حسن قاسم عبد العال تواجد في مدرجات النادي الأهلي وأصبح أيقونة وتعويذة للنادي الأهلي، وصاحب العلي الزيور في جميع مباريات النادي الأهلي. فلماذا هذا الهجوم على الشيخ الزملكاوي أحمد السيد؟ يا باشا بقول لك دي حمركة الدولة، انحياز الدولة للون الأحمر. لو انت عايز تشوف فصل جديد من فصول حمركة الدولة، شوف سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك. 129 فدان كانت ممكن تكون المتنفس لنادي الزمالك، سحبتها الدولة من نادي الزمالك لوجود مخالفات فوق راسنا من فوق. بس يا باشا النادي الأهلي أرض الجزيرة سنة 1907 تم تخصيص 4 فدان و18 قيراط و10 سهم للنادي الأهلي بإيجار وحق انتفاع ساغ 1 للمتر، ساغ 1. وفي سنة 1939 تم تخصيص 17 فدان للنادي الأهلي غير ال4 فدان الأولانيين، سعر المتر 1 جنيه حق انتفاع. يا راجل يا مؤمن، الاتنين أرض النادي الأهلي بالكامل ملك لمحافظة القاهرة، تم إيجارها بحق الانتفاع ب1 جنيه، ويرفض النادي الأهلي إنه يزود الإيجار ل10 جنيه بالمتر، بينما وزارة الأوقاف المصرية لها في نادي الزمالك 11 فدان، سعر المتر 10 جنيه حق انتفاع. يعني أرض نادي الزمالك مش كلها ملك وزارة الأوقاف. ليه؟ لأن مساحة نادي الزمالك 35 فدان، 11 فدان منهم حق انتفاع لوزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف كل سنة تطلع بيان ومشاكل مع نادي الزمالك، لكن أرض النادي الأهلي في الجزيرة بالكامل ملك لمحافظة القاهرة، والنادي الأهلي واخدها حق انتفاع بكام يا باشا؟ المتر بجنيه. وعجبي، هل انتهت حمركة الدولة عند ذلك؟ لا يا باشا، حمركة الدولة وانحيازها للون الأحمر ما زالت مستمرة. شوفها لما اتعاقب الكابتن هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لما كان خارج في العزاء مع ممدوح عيد من عزاء والدة عمرو الجنايني، واحد بيقول له عايز اتصور معاك، قال له ما بتصورش مع أهلاوية. خد عقوبة كام لما تحول للجنة الانضباط؟ 50,000 جنيه ومنع من الحضور المباريات 3 شهور. بينما الباشا بيه سيد عبد الحفيظ نزل من مباراة الأهلي وسيراميكا من المقصورة، راح لمحمود وفا اللي من كفر الشيخ، قال له بص في الوش ده كويس، ولحد النهاردة لم يتم معاقبة سيد عبد الحفيظ. ليه؟ يا باشا بقول لك حمركة الدولة. هل انتهت حمركة الدولة عند هذا الحد؟ يا باشا لسه طول بالك، ده الحمركة جاية ورا. نادي الزمالك تعرض عبر التاريخ لمجموعة من حل مجالس إداراته، سنة 96، سنة 2005 و2007 و2009 و2013 و2020 تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك أو وقفه. بينما مرة وحيدة أراد الكابتن طاهر أبو زيد في يناير 2014 أن يقوم بحل مجلس حسن حمدي لوجود مخالفات مالية بلغت كام يا باشا؟
324 مليون جنيه. فيقوم السيد رئيس الوزراء حازم به الببلاوي يوقف قرار الكابتن طاهر ابو زيد، وبعدها بشويه يرحل الكابتن طاهر ابو زيد. رحل وزير عشان ما ينفذوش القانون على النادي الاهلي. يبقى تقول لي زملكه الدوله؟ يا باشا بقول لك دي حمركه الدوله. الدوله اصبحت مصبوغه باللون الاحمر ولا يريد احد ان يعترف بذلك. هل انتهت حمركه الدوله عند هذا الحد؟ لسه يا باشا، طول بالك. شوف العقوبات. محمد الشناوي، يا واد يا شناوي اضرب كمان بالكف علشان انت اهلاوي، بكره العقوبه تنخف. محمد الشناوي بيضرب الحكم المساعد على قفاه في مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ادوله 4 ماتشات وخففوها يا باشا، خلوها ماتشين. بينما محمود عبد الرازق شيكابالا لما قال لاحمد مجاهد يا اهلاوي وقفوه 8 ماتشات. فرجاني ساسي لما شد السماعات من ودن امين عمر وقفوه 8 ماتشات. عمرو زكي في مباراه الزمالك وبلديه المحله بيحرك شفايفه، عاقبوه بغرامه مباراه و10,000 جنيه غرامه. يا باشا بقول لك حمركه الدوله مش زملكه الدوله. هل انتهى الصراع بين نادي الزمالك والنادي الاهلي عند هذا الحد؟ لا يا باشا، الصراع لا ينتهي ابدا، لان العقوبات تنفذ كما باللوائح على نادي الزمالك. اذا الزمالك انسحب يخصموا له 6 نقط، بينما اذا انسحب النادي الاهلي من اي مباراة تتغير اللوائح ويتم خصم 3 نقاط من النادي الاهلي فقط. وهنا بسألك سؤال، هي الدولة مش زملكة؟ يعني الدولة منحازة لنادي الزمالك زي ما بيقول الإرهابي علاء المعري؟ ولا الحقيقة إن الدولة تم حمركتها، دهنها باللون الأحمر نسبة إلى اللون الأحمر الذي يرتديه النادي الأهلي؟ يا باشا حمركة الدولة أصبحت حقيقة واقعة يراها الجميع، ولكن من يعترف بهذه الحمركة؟ أشكركم من كل قلبي. لو أنت وصلت معانا لنهاية الفيديو للنهاية اضغط لايك واكتب تعليق رأيك في اللي احنا قلناه وعرضناه في الفيديو، وشير واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في أمان الله.